السلام عليكم. طبعا من اكتر الوصفات اللي حلوة جدا في الشتاء وبتدفي وكمان مشبعة جدا الحمص. هنعمل النهاردة حمص الشام بطريقة تحفة جدا، وهنعمل كمان معاها نوعين من الدقة تختاري منهم اللي انت حابة تعمليه. قبل ما نبدأ حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك، وتعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. اول حاجة هنجيب هنا الحمص بتاعنا، طبعا بنشتري من السوبر ماركت او العطار. هتنقيه كويس، بعد كده تشطفيه، وبعد كده هنحطه هنا في الحلة وهنحط عليه لتر من المية. لازم المية تكون سخنة معاكي، وهتغطيه وهتسيبيه لمدة ليلة كاملة. لو انت مستعجلة هتسيبيه لمدة ساعتين وهتلاقيه الحجم بتاعه اتضاعف بالشكل ده. بعد كده هنشطفه وهنحط له مية جديدة، تكون معانا مية سخنة اهم حاجة. وبعد كده هنحطه على النار وهنسيبه لحد ما يغلي معانا غلوتين. بعد ما غلي معانا بالشكل ده، بعد كده هنحط هنا الملح. هنحط معلقة صغيرة من الملح، وهنحط كمان معلقة صغيرة من الكمون، وكمان هنحط هنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم، وهنحط معلقة صغيرة من البابريكا. لو حابة تحطي الشطة في الوقت ده تحطي، لكن لو عندك اطفال يفضل انك تحطيه في الدقة بس. بعد كده طبعا هنسيبها تستوي معانا نص السوا، وهناخد شوية من مية الحمص علشان نعمل بيها الدقة. في الوقت ده هكون مجهزة واحدة من الطماطم تكون مبشورة، وهنشوحها على النار تاخد كده تشويحة بسيط وبتبقى جاهزة معانا. بعد كده هنحطها على الحمص. لو عندك صلصة ممكن تحطي صلصة. بعد كده هتقلبيها وهتسيبيها تكمل تسويتها براحتها كده. تمام، طبعا خلاص كده بعد ما استوت معايا تماما، شايفين تحفة جدا وريحتها حلوة قوي. وهنرفعها من على النار. تعالي نيجي نعمل هنا اول صنف من الدقة. هنجيب هنا شوية من مية الحمص، بعد كده هنحط ربع كوباية من الخل، وكمان هنحط هنا معلقة صغيرة من الملح كده. تمام، وهنحط هنا معلقة صغيرة من الكمون. بعد كده هنحط هنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم. هتقلبيه كده كويس، وبكده خلاص اول نوع من الدقة جاهز معانا. طبعا دي حلوة جدا للاطفال لو هم مش بيحبوا الدقة اللي تبقى مشطشطة. طبعا الليمون هنحطه في الاخر. بعد كده تاني نوع من الدقة هنجيب هنا شوية من شوربة الحمص. بعد كده هنحط معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون. بعد كده هنحط معلقة صغيرة من الشطة، وهنحط معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان هنا هنحط ربع معلقة من الخل، وهنحط كمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم. وهتقلبيهم كده كويس، وبكده خلاص جاهز معانا تاني نوع من الدقة. تقدميه تحطيه في اطباق، وبعد كده هنصب هنا الحمص بتاعنا في الكاسات او الكوبايات زي ما انت حابه. بصراحه الوصفه دي حلوه جدا في الشتاء بتدفي، وكمان مشبعه جدا للناس اللي عامله دايت. ما بتخنش وحلوه قوي. وتقدميها مع شرايح الليمون. طبعا الليمون احنا ما حطيناهوش في الدقة علشان بيمرر معانا، هتحطيه في التقديم على طول بالشكل ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك والتيك توك وكواي والانستجرام باسم اسماء ابو الخير. يلا باي.